السلام عليكم. النهاردة معانا مقارنة بين الاكس تاتش اكس 4 وبين الانفينكس هوت. طبعا سبب المقارنة ان الاتنين في فئة سعرية واحدة، فرق بسيط بين الاتنين. تمام، في حاجات تحسب للاكس تاتش وفي حاجات تحسب للهوت. طبعا مع ان الاتنين بيجتمعوا على ان الزرار اللي من الجزء الاسفل غير مضيئين. تمام، هنتكلم الاول عن حاجات في التصميم الخارجي. الزرار اللي من على الجنب ومدى استخدامك ليها هيبقى بسرعة ومريح وفي استجابة أسرع، دي تحسب للهوت. أما الإكس تاتش فلاحظت إن الزرار زي ما يكون أساسا داخل لجوه شوية في سنة، عكس الهوت بارزة لفوق أكتر. تمام، هنا مش بارزة فبتبقى بتدي صعوبة شوية في الاستخدام. التصميم بتاع الكاميرا نفسه، في الهوت التصميم ان الاتنين متغطيين بقطعة واحدة، ده هو اللي بيسبب وجود سحابة بدا أثناء التصوير، على عكس الاكس تاتش في فارق بين الاتنين، فده ما بيخلقش سحابة في التصوير، حتى إذا كان برضو مهما كان دقة الفلاش أو مدى قوة الفلاش. تمام، السماعة من تحت تحسب للهوت. الاكس تاتش فيه سماعة زي ما يكون اتنين، مش عارف باينة في الكتاب، طبعا كلنا عارفينها، بس دي بس اللي شغالة، دي مش شغالة، دي موجودة عشان المفروض هو على الموقع الرسمي بتاع الموبايل مكتوب ان الاتنين سماعة، لكن في الواقع ده كلام بس، في الواقع هي دي بس اللي سماعة، دي ما مجرد الا منظر بس. وطبعا الهوت زي ما شايفين واحد. هنا ده بيخلق فارق ان الهوت احسن في الصوت، وطبعا السماعة صوتها منخفض عن الهوت. دي بعض الحاجات بسرعة. طبعا الشاشة، سرعة استجابة الشاشة تحسب لو لاحظناها لحساب الاكس تاتش، لان دعم عدد صوابع 5 في الاكس تاتش وفي الهوت 2، وده طبعا في سرعة الكتابة بيبان مدى الناس اللي بتكتب بسرعة والناس اللي بتكتب يعني ببطء. طبعا لما بنعلي الإضاءة الدقة بتبقى أحسن في الإكس تاتش على عكس الهوت، ولاحظناها لو علينا الإضاءة، بس أنا مهما عليت مش هتبان في الكاميرا. تمام، وزي ما قلنا سرعة الكتابة والصوت والكلام ده والاستجابة. طبعا البطارية تحسب لصالح الهوت، يعني الاتنين في نفس الفئة السعرية، بس طبعا في اختلافات بسيطة، ودي كانت مقارنة بسيطة، مش هنقول أكتر من كده عشان الفيديو، دي الحاجات البسيطة اللي ينفع تتكلم فيها، وما ينفعش أصلا. يعني أنا ممكن أكون تقارنه مع الهوت نوت، لكن مش هينفع فئة سعرية مختلفة أساسا، ده أول شيء. تاني عامل إن أصلا طالما في فرق زيادة في الفئة السعرية، يبقى بالتالي ممكن يكون إمكانية زيادة. في ناس هتقول ان طب ما في جهاز كذا مثلا ب1000 جنيه وفي جهاز كذا ب800 جنيه، مع ان الاتنين متساويين. طبعا ده بيقف برضه على البراند او الماركة نفسها، هي اللي بتخلي نفس ممكن الامكانيات غالية، وفي نفس الامكانيات في جهاز اخر بسعر منخفض، ده طبعا على حسب الشركة، وطبعا المستهلك اللي يعجبه سواء يختار بين الاكس تاتش او الهوت، طبعا مع وجود فرق في الاختلافات، واكيد في ميزه هنا ومش موجوده هنا، وفي ميزه هنا مش موجوده هنا، او ممكن الاتنين يكونوا بيتساووا في نفس الحاجه، بس في الاول وفي الاخر الاتنين في فئه سعريه، فلو هتقارن الاتنين ببعض، مش هتقارن الاتنين بحاجه تاني. وده طبعا كان فيديو بسيط، واتمنى ان ما كنتش طولت عليكم. يا ريت لو عجبك الفيديو تعمل لنا لايك الفيديو وتعمل سبسكرايب للقناه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.